اللهم اجعلنا مستحقين نقول وشكر أبانا الذي في السماوات. تفضلوا استريحوا. أكلت ولا لا؟ اللي كانت جعانة هنا. أنا كمان أكلت يعني. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل كلامنا عن مفهوم الكنيسة. سفر الأعمال إصحاح 20 معلمنا بولس الرسول جمع الكهنة من ميليتس، أرسل إلى أفسس واستدعى قصص الكنيسة واداهم كده عظة، لكن في وسط الكلام قال لهم إيه؟ احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. هنا في النص الجميل ده نمرة 1 ان الكنيسة اسمها كنيسة الله، وبعدين الله اقتناها بدمه. كلمة اقتنى يعني امتلك. اقتنيت حاجة، القنية معناها الممتلكات، وهو امتلك الكنيسة بدمه، اقتناها بدمه. وبعدين الشعب اسمه الرعية، والروح القدس هو اللي بيقيم فيها الكهنة. أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا. المسيح هو الراعي الصالح، لكن كلف الكنيسة بالرعاية. خلي بالكم كده، المسيح في 3 صفات كده بالذات في المسيح كلف الكنيسة بيهم: الرعاية والأبوة والتعليم. لما قال أنا هو الراعي الصالح، قال لبطرس ارعى خرافي. وبعدين ادي بولس بيقول للأساقفة ترعوا كنيسة الله، وبطرس برضو قالها في الرسالة بتاعته ارعوا الرعية. المسيح هو المعلم الصالح، كلف الكنيسة بالتعليم لما قال علموهم جميع ما أوصيتكم به. والآب هو أبونا الوحيد، لكن كلفنا ان احنا نمارس الأبوة مع شعب الله. فالكنيسة هي المكان اللي فيه الرعاية، فيه التعليم، وفيه الأبوة. بس دايما أبقى أنا فاهم ككاهن، وإنت كمان وإنت كخدام، إن هي كنيسة الله مش كنيستنا، يعني مش أنا بمتلكها، والرعية اللي بنرعاها هي رعية الله وإحنا مؤتمنين عليها. يعني أنا شخصيا ما أحبش كلمة فصلي وخدمتي وكنيستي وأولادي وتلامذتي. احنا كلنا بتوع ربنا، وربنا عيننا ان احنا نخدم بعضنا بعضا. هذه الكنيسة مبنية
على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. الرسل والأنبياء يعني الكتاب المقدس، رسل عهد جديد والأنبياء العهد القديم. فالنصوص المقدسة هي الأساس اللي ترتكز عليه الكنيسة في خدمتها، لأن كل الكتاب موحى به من الله. ولذلك في الطقس بتاع الكنيسة الكاهن في كل صلاة ليتورجية بيحط البشارة فوق دماغه وهو خارج يقرأ كتاب المقدس، يقول في اسم روتن جفيس نيو اللي هي مبارك الآتي باسم الرب. في طقس رسامة الأسقف البابا يضع على رأس الأسقف الكتاب المقدس، وفي طقس رسامة البابا القائم مقام بيحط الكتاب المقدس فوق رأس البابا في الرسام. فوق الرأس معناها هو اللي يحكم فكري، مش أنا اللي أفسره بمزاجي. الكنيسة واحدة، لكن يجوز نستخدم كلمة الكنائس. يعني في سفر الأعمال يقول وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. كلمة كنائس يقصد بها التعدد بتاع الأماكن بتاعت الكنائس، عشان كده يقول لك أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة كان لها سلام. كلمة كانت تبنى وتسير في خوف الرب مش يقصد بها المباني، ما كانش وقتها بيعملوا مباني لسه، لكن تبنى معناها في ناس كتير بتيجي وتتبني في الكنيسة من خلال المعمودية والتعليم. بتعزية الروح القدس كانت تتكاثر، يعني الكنائس بتكتر، الناس بتكتر. وبعدين إذا كانت الكنيسة مبنية على أساس الرسل والأنبياء، فبالنسبة لنا دول سحابة من الشهود بيحوطوا حوالينا، بيساعدونا في جهادنا الروح. هدخل بقى في نقطة وصف الكنيسة، وخصوصا في أشية السلام. انتوا بتقولوا صلوا من أجل كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، كنيسة الله الأرثوذكسية. أول صفة أنها كنيسة واحدة، بالرغم من تعدد الأعضاء، وبالرغم أن أنا قلت ممكن لفظ كنائس يستخدم، لكن في الآخر وفي الأول الكنيسة واحدة. ليه بقى؟ الكنيسة جسد والمسيح رأس. احنا عندنا كم مسيح؟ يبقى عندنا كم كنيسة؟ الكنيسة عروس والمسيح عريس، واحنا المسيحيين ما فيش راجل يجوز 2، صح؟ يبقى الكنيسة واحدة عشان عريسها واحد. الكنيسة جسد لرأس واحد وعروس لعريس واحد، الكنيسة واحدة. وقديس كليماندوس السكندري بيقول ايه؟ بما ان الكنيسة مختصة بواحد فهي بالطبع واحدة، الواحد هو المسيح. وإن ثارت عليها الهرطقات لتجزئتها هتظل كما نقول كنيسة واحدة قديمة جامعة بحسب الاعتقاد وحسب الأصل والسمو، مهما كان الهراطقة يحاولوا يفتتوها من أيام الرسل. لكن الهرطوقي أو ضد الإيمان بيخرج بره، والكنيسة ما زالت واحدة. والقديس كليماندوس السكندري قال الكنيسة الحقيقية والتي هي قديمة بحق هي كنيسة واحدة.
بعدين لما نقول واحدة وحيدة، يعني ايه وحيدة؟ وحيدة يعني ما فيش زيها. واحدة من جهة العدد، وحيدة من جهة النوع. فهي كنيسة واحدة لكنها أيضا فريدة، يونيك، ما فيش زيها. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول الكنائس في المدن والقرى كثر عددها، بينما الكنيسة واحدة لأن المسيح الحاضر فيها كلها واحد كامل غير منقسم. احنا لما بنجيب القربان ونحطه في طبق بنسميه طبق الايه؟ حمل، يعني حمل واحد. حتى في العهد القديم كان يقولوا خروف الفصح مش خرفان الفصح، بالرغم من كل بيت فيه خروف بيتذبح لكن كلهم اسمهم خروف الفصح. وبالرغم ان احنا عندنا كنائس كثيرة كل يوم بتعمل فيها قداسات، واحيانا الكنيسة الواحدة فيها اكتر من قداس، لكن في الاخر وفي الاول هي ذبيحة واحدة، مسيح واحد، مذبح واحد، كنيسة واحدة. قديس باسيليوس الكبير بيقول كل الذين رجاؤهم في المسيح هم شعب واحد، والمسيحيون الآن كنيسة واحدة حتى لو كانوا بينتسبون لبلاد كثيرة مختلفة. واحنا دايما في صلاة باكر نقول مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. واحدة وحيدة مقدسة. القداسة لها معنى ايه؟ قديس بمعنى طاهر، وقديس بمعنى مخصص. التقديس هو التخصيص. فالكنيسة المقدسة معناها كنيسة طاهرة وفي نفس الوقت مخصصة لله. مصدر القداسة هو الله. يقول معلمنا بولس الرسول ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. حتى في القداس نقول وصيرنا أطهارا إيه؟ بروحك القدوس، مش بشطارتنا. ويقول معلمنا بطرس نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس. ويقول معلمنا بولس الرسول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. خلي بالكم بقى بالرغم ان احنا كل واحد فينا في عيوبه وفي اخطائه، محدش فينا يقدر يقول عن نفسه انا قديس، لكن كلنا مع بعض بنعمل كنيسة مقدسة. اي واحد بيخرج بره الاجماع بتاع الكنيسة بيفقد القداسة دي. اقول لكم زي ايه؟ برضه فكرة الجسد. طول ما الاعضاء جوه الجسم سليم وحلو ونظيف وجميل، جسمنا من الحاجات العجيبة في الكون جسم الانسان، ربنا ما يسمحش بقى لما في عضو يطلع بره الجسم شكله وحش وبيموت. عشان كده احتفاظنا بعضويتنا في الكنيسة يحفظ لنا حيويتنا وقداستنا. يعني العضو لوحده واحد شالوا منه ازاي ده ما بتموت، طول ما في الجسم فيها حياة، ومنظرها برا الجسم شكلها وحش وقميء جدا. لما حد بيعمل جراحة ويجيب حصاوي ولا حاجة يقول لي بص، اقول له شكلها مقرف. جسم الانسان نظيف وجميل طول ما هو مقفول على اعضاء. فاحنا مقدسين بسبب تقديس الله لينا. يبقى واحدة وحيدة مقدسة. الصفة اللي بعد كده ايه؟ جامعة.
جامعة معناها الكنيسة تضم في عضويتها كل المؤمنين في كل زمان ومكان. الكنيسة ليست مرتبطة بثقافة أو لغة أو زمن، فكلنا مع بعض في كنيسة واحدة. مزمور يقول تذكر وترجع إلى رب كل أقاصي الأرض، تسجد قدامك كل قبائل الأمم. وحتى المسيح لما كلف تلاميذه بالكرازة قال لهم في كل الشعوب أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. عشان كده كنيسة جامعة. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. وفي غلاطيا يقول ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. كتاب الدداخي تعرفوا عنه؟ هو من الكتب بتاعة العصر الآباء الرسوليين، ويعتبر أقدم وثيقة طقسية. الدداخي لو كتبته على جوجل كده الدداخي بالخاء أو بالكاف الدداكي موجود، ممكن تعمله داونلود مجانا يعني وتقرأ لأنه مش كبير أوي وموجود على الموقع بتاع سانتاكل. من ضمن الصلوات الموجودة في الدداخي صلوة كانوا بيصلوا بيها في القداس زمان أيام الرسل. يقول اذكر يا رب كنيستك، نجها من كل شر، كملها في محبتك، اجمع تلك المقدسة من الرياح الأربع إلى ملكوتك الذي أعددته له. اجمع الكنيسة يا رب. وبعدين يقول تعبير جميل قوي، كما كان هذا الخبز بتاع الإفخارستي، كما كان هذا الخبز المكسور منثورا فوق التلال وحين جمع صار واحدا، هكذا فلتجتمع كنيستك من أقاصي الأرض إلى ملكوتك. القربانة اللي بناكلها دي فيها كم حباية قمح؟ كتير. كانوا متنطورين، جه الفلاح جمع القمح والمطحن طحنه والقرابني عجنه وعملها قربان. فبيقول القربانة دي أصلا كانت متنطورة وتجمعها. ممكن يا رب تجمع شعبك من أقاصي الأرض إلى ملكوتك. يقول القديس كبريانوس الكنيسة واحدة وهي منتشرة في الخارج طولا وعرضا، صائرة جمهورا غفيرا عن طريق ازدياد أثمارها، مثلما توجد أشعة كثيرة للشمس لكن نور واحد، وفروع كثيرة للشجرة لكن قوة واحدة تتمثل في جذورها الثابتة. مش تشبيهات جميلة أوي، شمس واحدة ونورها منتشر، كنيسة واحدة ومنتشر، شبين الكوم وفي طنطا وفي القاهرة وفي أسوان وفي أمريكا استراليا، هي كنيسة واحدة، شمس مشرقة في كل مكان، وشجرة جدر واحد لكن ليها فروع كثيرة، واستجري فروع كثيرة من نبع واحد، رغم أن الكثرة تبدو منتشرة مشتتة بسخاء الفيض الوفير، إلا أن الوحدة لا تزال محفوظة في المصدر. سخاء الفيض الوفير إيه؟ إن المسيحيين بيكتروا يكتروا يكتروا، فبنضطر نروح عاملين كنيسة تانية وكنيسة ثالثة وكنيسة رابعة. وتلاقي مثلا لو سألنا سيدنا أنبا بنيامين ساعة ما استلمت الإبرشية كان فيها كام كنيسة والنهارده فيها كام كنيسة، هتلاقي فيه كتير اتبنى. ليه؟ طب خلاص اكتفينا؟ في احتياج دائم بسبب السخاء الفيض الوفي بتاع ربنا. طب كثرة الكنايس دي خلت الكنايس تتنطور؟ لا، الوحدة لا تزال محفوظة في المصدر. وبعدين يقول تقدر تفصل شعاع عن الشمس عن جسمها المضيء، وحدتها لا تسمح بوجود تقسيم في الضوء. اكسر غصن من الشجرة لو مكسور مش هيقدر على أن ينمو ويزهر.
افصل المجرى المائي عن نبعه، ستجد أن هذا المجرى المنفصل يحصل له إيه؟ يجف. هكذا أيضا الكنيسة يضيء عليها نور الرب، تنشر أشعتها على كل العالم، إلى أن النور المنتشر في كل مكان هو نور واحد. هكذا وحدة الجسد لا تنفصل، وقدرتها على الإثمار الوفير تنشر فروعها على مستوى العالم كله، وهي توسع أنهارها باتساع كبير، ومياهها تسري بحرية، لكن رأسها واحد ومصدرها واحد، وهي أم واحدة وإثمارها وفير الإنتاج. نحن نولد من رحمها ونقتات على لبنها ونحيا بروحها. ايه رأيكم الآباء وإحساسهم بالكنيسة كان شكله ايه؟ ده القديس كبريانوس. الكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جماعة ايه؟ رسولية. يعني ايه رسولية؟ يعني الإيمان اللي فيها والتعليم اللي فيها بتاع الرسل. أبائنا الرسل كانوا يتكلمون بكلام الرب. يقول معلمنا بولس الرسول: إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم إنه وصايا الرب، مش من عندي. يقول: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان. فهو استلمه وسلمه. عشان كده الكنيسة قوية بسبب أن هي محافظة على التقليد الرسولي. وكان دايما الكنيسة حريصة أن هي تمنع الخلافات والعثرات والشقاقات والتعليم الغريب. وكان دايما الآباء الرسل عينوا في كل مكان أسقف يرعى وحدة الإيمان. يعني مرمرقس أول حاجة عملها في مصر إنه عمل إيه؟ إنيانوس ومعاه كهنة وشمامسة. خلاص كده الكنيسة ابتدت. هو بقى يسافر يأسس كنائس تانية مطمن إن هنا فيه قائد بيقود. كل واحد عمل كده من الرسل، ويوصوهم: تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني. وبولس الرسول قال لتيموثاوس: الشباب اللي قاعدين هنا بيتكلموا، دول مش إكليريكية، ممكن يمشوا يعني. بيقول له ايه بقى؟ وما سمعته. بص الآية دي هقولها عدوا فيها كم جيل، فيها كم جيل. ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. كم جيل؟ أراها تاني. ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. ها أكتر. 4. بولس بيعلم تيموثاوس وقال له ده الجيل التاني اهو، هتعلم ناس عشان يعلموا آخرين أيضا. 4 على الأقل، لأن كل واحد هيعمل كده مع اللي بعده لغاية النهاردة. يعني بيبقى في الكنيسة فصل إعداد خدام. هو بيعمل ايه اللي ماسك إعداد خدام؟ يعلمهم يكونوا خدام عشان ايه؟ يمسكوا الخدمة ويعلموا آخرين ويطلعوا منهم خدام تانيين، وهكذا من جيل إلى جيل. ايه بقى الصفة المفروض في الخادم ده؟ يكون أمين وكفء أمناء وأكفاء. كلمة أمين يعني ايه؟ ما يغيرش. طب وكفء يعني ايه؟ يعني شاطر في انه يوصل المعلومة، عنده كفاءة. ده اللي ضمن ان الكنيسة تمشي الإيمان فيها من الرسل لغاية النهاردة هو، لأن كل الأجيال ماشية بالسيستم ده. لما نيجي ندور على واحد يبقى كاهن لازم يكون أمين وكفء. أمين معناها بيحافظ على اللي استلمه، وكفء معناها بيوصل صح. شوفوا بقى، لما يكون في صفتين أمانة وكفاءة هيبقى عندنا 4 احتمالات: أمين وكفء، أمين وغير كفء،
غير أمين وكفء، وغير أمين وغير كفء. مين أخطرهم؟ غير أمين وإيه؟ وكفء. ليه بقى؟ هو بيعرف يوصل بس مش أمين، فيوصل للناس كلام غلط والناس تقتنع بيه. كفء زي مين؟ أريوس. كل الهراطقة كانوا غير أمناء وأكفاء، لكن انتوا كلكم تبقوا أمناء وأكفاء، تتعلموا صح وتوصلوا صح عشان يستمر الإيمان. واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية، كنيسة الله اللي هي مخصصة لله، الأرثوذكسية. وكلمة أرثوذكس يعني استقامة. بقى وظيفة الكنيسة؟ دايما الكاهن لما بيترسم يفتكر 3 كلمات، و3 كلمات بتاعت الكهنة عليكم انتوا الخدام والخادمات: التعليم، التقديس، التدبير. التعليم والتقديس والتدبير. التقديس هو كل ما هو ليتورجي، قداس، عشية، تسبحة، أسرار الكنيسة. الأسبوع الجاي هيبقى فيه قنديل عام، الأسبوع اللي بعده هيبقى فيه لقان، مش كده؟ كل ما هو صلوات، ده دور الكاهن. والخدام والخادمات بنشارك في العبادة. العبادة دي اسمها التقديس. وبعدين التعليم برضو أبونا معلم، لازم كاهن اللي ينتخب للكهنوت يكون قادرا على التعليم، وعشان يبقى قادر على التعليم لازم يكون أمين وكفء، ودي صفة فيكم كلكم. أما التدبير هو بقى الرعاية والافتقاد وتدبير أمور الناس واحتياجاتهم. أي كاهن دلوقتي قاعد عمال يفكر احنا داخلين على عيد إخوة الرب، هعمل ايه؟ هتصل بمين عشان يجيب لنا اللحمة، عشان يجيب لنا هدوم، عشان يجيب لنا فلوس. يقعد يدبر هذا الأمر ويعيل همهم، زي ما يكون الأب اللي في البيت عنده عيلين وعيل همهم، ده بقى عنده عدد كبير. تدبير كل أمور الكنيسة. طبعا يشاركوا فيها الناس اللي بيخدموا زيكم في مجلس كنيسة أو خدمة إخوة رب أو مباني أو الصيانة أو الرعاية والافتقاد. لو أبونا والخادم ما خدش باله من ال3 دول يبقى ما قامش بوظيفته. يقولوا ال3: تقديس، تعليم، تدبير. التقديس هو العبادة. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. وفي أفسس يقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. أول حاجة هو التقديس. كلنا نشترك في العبادة. الكنيسة دورها إن احنا بنتجمع عشان نصلي مع بعض، وده أهم دور، لأن أنا لو ما قمناش بدور العبادة هتبقى الكنيسة تحولت إلى نادي أو مؤسسة اجتماعية. حتى لو احنا اهتمنا بالفقراء بس مش بنصلي ما بقتش كنيسة. فالعبادة مهم. وانتوا في مدارس أحد وخدمتكم أول حاجة لازم تهتم بيها تعلم ولادك وبناتك الصلاة والانتظام على الكنيسة، ويحبوا الكنيسة ويحفظوا الألحان، عشان دي اللي بتربطهم بالكنيسة. ويبقى ده الدور الأول. التدبير بقى بنسميه البناء. أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. هنا كلنا بنبني مع بعض.
فليكن كل شيء للبنيان. يبقى التقديس والتدبير. ونمرة 3 التعليم. التعليم هنسميه كمان الشهادة. المسيح قال تكونون لي شهودا، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. وقال لهم تشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. يبقى الكنيسة بتقوم ب3 أعمال دول: التقديس اللي هو العبادة، التدبير هو بنيان النفوس وبنيان الكنيسة، والتعليم هو الشهادة للمسيح. أرجوكم يا شباب كل واحد يقول أنا بعمل إيه في ال3 دول. أنا فعلا مشترك في التقديس، مندمج جدا في الكنيسة، عارف طقسها، فاهم الكنيسة ماشية ازاي وانا مندمج معاها ولا بحضر غريب. نمرة 2 هل انا بشارك في البناء؟ كل كلمة بقولها فيها بناء، كل عمل بعمله ببني ولا بهد ولا واقف كده على الحياة؟ ونمرة 3 هل انا اشهد للمسيح في حياتي برا الكنيسة وفي علاقاتي مع الناس؟ حاجة كمان أن الكنيسة تعمل بروح الله. يقول القديس إيرينيوس حيث تكون الكنيسة يكون روح الله، وحيث روح الله تكون الكنيسة. من التعبير الحلوة اللي في المزمور يقول نهر سواقيه تفرح مدينة الله. الكنيسة هي مدينة الله، والنهر هو الروح القدس. السواقي ايه دورها بالنسبة للنهر؟ تعمل السواقي ترفع المية من النهر للأرض، مش كده؟ فهنا المزمور بيقول الكنيسة مدينة الله، في نهر ماشي كده في الوسط هو الروح القدس، والسواقي بترفع وتروي الكنيسة. طبعا ساقية اسمها إفخارستيا، ساقية اسمها معمودية، اسمها التوبة، كل عمل الله. نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع. يبقى الكنيسة هي عمل الروح القدس. طبعا عشان الروح القدس يشتغل لازم في ناس يشتغل من خلالهم. يعني مثلا كل الكتاب موحى به من الله، صح؟ طب أوحى لمين؟ لبشر، أنبياء ورسل. مين اللي كتب؟ أنبياء ورسل، بس بيد الله، بروح الله. فكذلك الروح القدس يعمل في الكنيسة بس من خلالكم. لو ما فيش حد مش هيعمل حاجة، لازم يكون في بشر. عشان كده احنا أعضاء في جسد المسيح، عضوية حقيقية يعمل فيها الروح القدس. وعلى قد ما انت بتشتغل على قد ما بتبين انك كائن حي. طيب احنا بنبقى أعضاء في الكنيسة ازاي؟ الإيمان والمعمودية والإفخارستي، دول أهم حاجات بتدخلني في الكنيسة. بص، الإيمان يجيبني لغاية الباب، المعمودية تدخلني، والإفخارستيا تثبتني. يعني لو واحد غير مؤمن عايزين يبقى عضو في الكنيسة، لازم الأول إيه؟ الإيمان. طب لو هو مؤمن ولسه متعمدش، لسه ما دخلش، فبعد ما المعمودية خلاص بقى عضو. طب العضوية دي محتاجة إيه؟ تثبيت بالإفخارستي. الإيمان مش أي تعبير، لازم الإيمان الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. عشان كده الكنيسة مهتمية بتعليم الإيمان،
والموعوظ لازم يعرف الإيمان. وانتوا عارفين في العصور الأولى كان الموعوظ يقعد 3 سنين يتعلم الإيمان قبل ما يتعمد. لازم يكون بالإيمان الصح. وقبل المعمودية لازم يقول الإيمان. يعني انتم مفكرين قانون الإيمان يتعمل في نقي؟ ده من قبل، من أيام الرسل كان في قانون إيمان بس بريميتيف كده، يقولوا المتعمد عند المعمودية. يعني انت تتعمد على أساس إيه؟ يقول أنا بؤمن بكذا. انتوا عارفين أبسط قانون إيمان هو إيه؟ لما فيلبس بشر الخصي الحبشي، فبيقول له هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. قال له أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي. ده قانون إيمان. يعني أول قانون إيمان، أؤمن أن يسوع المسيح ابن الله الحي. أخذوا وعمده. لأن الذي يؤمن أن المسيح ابن الله عرف الآب، إن الله اسمه آب عشان عنده ابن، وعرف الروح القدس. فده الحجر الأساس بتاع الإيمان. بعد كده طبعا بقى لازم يبقى فيه تفاصيل أخرى، وخصوصا بعد أريوس لازم يتعرف بقى المسيح مساوي للآب في الجوهر لأنه أزل. ده الإيمان. بعد كده المعمودية بتخليني في المسيح. يقول معلمنا بولس الرسول في غلاطية 3: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. احنا عندنا كم مسيح؟ طب كلنا لابسين المسيح، بقينا كلنا ايه؟ جوه الجلبية دي. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. وطبعا في المعمودية نصير متحدين معه بشبه موته. متحدين معه وهو واحد، فوحدتنا في المسيح بتخلينا واحد في المعمودية. حد يقول لي ليه مكتوب صرنا متحدين معه بشبه موته؟ ليه بشبه؟ لأن المسيح اتصلب. ساعة ما اتصلب اتدق في ايديه مسامير وحربة وشوك وأسلم الروح. احنا في المعمودية مش بيحصل كده. بس خلي بالك 3 غطسات يتكتب كده عند ربنا ان انت اتصلبت مع المسيح. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فهنا يبقى المعمودية بتوحدنا ببعض في المسيح. ويقول معلمنا بولس: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا. اعتمدنا إلى جسد واحد، دخلنا جوه الجسد ده. يبقى الإيمان جابني لغاية الباب، والمعمودية دخلتني بقيت عضو. طب الميرون بيعمل ايه؟ الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. المعمودية اسمها سر الختم، باليوناني سفراجيس، يستخدموها الآباء كلمة سفراجيس، ختم. وكلنا مختومين بختم واحد، هو الروح القدس اللي بيطبع فينا صورة الله الواحد. يبقى المسحة المقدسة بتجمعنا. خلي بالكم احنا كلنا بقينا جسد واحد وروح واحد. ايه سبب الجسد الواحد؟ الإفخارستي والمعمودية طبعا. وايه سبب الروح الواحد؟ الروح القدس، روح واحد جوانا. يقول جميعنا سقينا روحا واحدا. طيب يبقى هنا الإيمان والمعمودية والميرون، طبعا المعمودية والميرون مع بعض، بعدين الإفخارستي. يقول معلمنا بولس الرسول، هقول الآية وعايزكم تطلعوا عليها نص في القداس.
فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. في نص في القداس، أيوة، اجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا لكي نكون. يبقى هنا الإفخارستيا بتجمعنا في جسد واحد. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. كلنا بنثبت في المسيح بالإفخارستيا. عشان كده عضويتنا في جسد المسيح ان احنا بالإيمان الواحد. خلي بالكم، اللي بيخترع في الإيمان بيفصل نفسه عن الجسد لهراتكم. وبعدين المعمودية الواحدة والإفخارستيا الواحد، طبعا الروح القدس الواحد، ولا يوجد خلاص خارج الكنيسة الواحدة دي. قديس كبريانيس يقول ايه؟ لا يمكن لأحد أن يكون الله أباه إن لم تكن الكنيسة إن استطاع أي واحد أن ينجو ممن كانوا خارج فلك نوح، كان ربما ينجو أحد من اللي هم خارج الكنيسة. واتفقنا خارج الكنيسة يعني في الحوش، وما الخارج ايه؟ الإيمان الواحد. عشان كده الكنيسة دي مفهوم جميل جدا. يقول القديس اغناطيوس الانطاكي: حيث يكون يسوع المسيح فهناك تكون الكنيسة الجامعة. أنا قدامي في الحقيقة نصوص كتيرة للآباء، بس عشان مش عايز أزهقكم يعني. كلها بتتكلم عن إن احنا من خلال الكنيسة نخلص، وانضمامنا للكنيسة يكون فعلا بالإيمان الواحد، المعمودية الواحدة، والإفخارستيا الواحدة. يقول القديس كارولوس الكبير: المؤمنون يتحدون بالمسيح اتحادا حقيقيا في الإفخارستيا. ويقول القديس اغناطيوس الانطاكي: احترسوا أن تشتركوا في إفخارستيا واحدة، لأنه يوجد جسد واحد لربنا يسوع المسيح، وكأس واحدة توحدنا بدمه، ومذبح واحد، مثلما يوجد أسقف واحد مع مجلس الكهنة والشمامسة رفقاء في الخدمة، لكي يكون كل ما تفعلونه حسب إرادة الله. فإحنا وحدانية الكنيسة دي حاجة مهمة جدا، لأن هي دي القصد الإلهي. لما خلق آدم عايزنا نبقى واحد، آدم بوظها، جه المسيح يعملها. فبعد ما المسيح يتصلب ويعمل كنيسة ويجمعنا جواها، يجي واحد مننا يعمل انشقاق ولا يعمل عداوة ولا يعمل انزعاج، انت بتبوظ كل اللي عمله المسيح. عايز اختم عشان ناخد الأسئلة. القديس يوحنا فم الذهب بيقول: الملائكة تفرح برؤية خاطئ واحد يتوب، فكيف لا يفرحون وهم يرون طبيعتنا كلها وهي ممثلة في باكورتها صاعدة للسماء. ايه باكورتها ده؟ سيد المسيح: أصعدت باكورتي إلى السماء. هنا يوحنا قال طالما الباكورة طلعت، كأن كل البشرية طلعت فيه متحدة بيه، فدي حاجة تفرح. عشان كده المسيح الواحد يجمعنا جواه، ويبقى هو ده فعلا المعنى بتاع الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية. هبص في أسئلتكم. اتفضل. أشكرك على السؤال. بصوا، مع المسيح صلبت، لو كان المقصود بيها يوم الجلجثة، بولس اتصلب مع المسيح يوم الجلجثة، هقول له اشمعنى بولس؟ يقول لا، كل البشر صلبوا معاه.
يقولوا كده. طب يبقى كل البشر يدخلوا السماء ما دام اتصلبوا مع المسيح. نمرة 2 يبقى احنا كنا موجودين قبل ما نتولد بدليل احنا اتصلبنا مع المسيح. نمرة 3 هيبقى ايه لازمة الإيمان والمعمودية والإفخارستيا. نمرة 4 إذا كانت المعمودية دفن مع المسيح يبقى احنا متنا مرتين، مرة في الصليب ومرة في المعمودية. فطبعا هو التفسير قاله بولس الرسول مع المسيح صلبت. أقول له إمتى؟ يقول لي مدفونين معه بالمعمودية. يعني بولس اتصلب مع المسيح يوم الجلجثة ولا يوم معموديته هو؟ طب احنا اتصلبنا مع المسيح يوم الجلجثة ولا يوم معموديتنا؟ معموديتنا. فلو اتفهمت ان احنا اتصلبنا يوم الجلجثة يبقى احنا كنا موجودين قبل ما نتولد، واحنا اتعمدنا مرتين، مرة في الجلجثة مرة في معمودية الكنيسة. فلازم تتفهم الحاجة في سياقها. اتفضل. كلمة عنا، احنا مثلا بصوا في الصيام الكبير بنقول يسوع المسيح صام عنا. كلمة عنا يعني ايه؟ بدلنا. كلمة عنا يعني بدلنا. طيب ما دام هو صام عنا يبقى احنا ما نصومش، هو صام عنا. قال لا انا هصوم عنكم بس اشتركوا معايا في الصيام. طيب لما نقول صلب عنا معناها مش هنتصلب. يقول انا اتصلبت عنكم بس اشتركوا معايا في الصليب. نشترك معاه في الصليب في ايه؟ المعمودية والجهاد الروحي. نحمل صليب كل يوم لأننا من أجلك نمات كل النهار. يجي ورايا يحمل صليب ويتبعني. طيب هل الصليب اللي احنا بنحمله قد أساوة صليب المسيح؟ لا. يبقى فعلا صلب عنه. بس طيب اللي ما يشتركش في الصليب يستفيد بصليب المسيح؟ لا. نفس الحكاية. هل الصيام اللي احنا صايمين دلوقتي زي ما المسيح صامه؟ لا. ايه الفرق؟ المسيح صام 40 يوما و40 ليلة بلا أكل بلا شرب. احنا نقدر؟ فالمسيح قال لنا بصوا صوموا على ما تقدروا، هحسبها كأنكم صمتوا معايا 40 يوم و40 ليلة. بص تتعمد هعتبرك اتصلبت معايا. شفت النعمة الغزيرة؟ فهو صلب عنا، صام عنا، صلى عنا، عمل بر نيابة عنا، بس عايزنا نشترك معاه. هنشترك معاه بعبء صغير بس هيدينا أجرة العبء الكبير. قال احملوا نيري عليكم، بس نيري هين وحملي ليه؟ هو شايل. طيب ما دام انت شايل انا بقى اروح انام. يقول لي مش هديك، تعال شيل معايا. يا رب دي تقيلة. يقول تحط كتفك وهتشوف. طلع سهل قوي. بصوا كتير جدا مننا قبل الصيام الكبير السنة دي قال هو الصيام جاي بسرعة ليه؟ ده احنا ملحقناش، ده احنا لسه خارجين من صيام الميلاد، بعد اسبوعين نلاقي يونان واسبوعين نلاقي الصيام الكبير، 55 يوم. ايه رأيكم مش خلص؟ زي النهارده اسمه ايه؟ ختام الصوم. وزي النهارده ده هتلاقيه بكره، يعني جري كده. لان حملي خفيف، نيري هين حمل. اول ما شلنا معاه نعد. هو شايل العبء الاكبر ويعطينا ان ناخذ بركه ان احنا نشيل معاه، بس مش بنحس بالتعب. شوفوا اعظم حاجه اتصلب وقال لو انت اتعمدت كأنك اتصلبت معايا. مع المسيح صلبت. سؤال أرجو إلقاء الضوء على الضيقة العظيمة، متى تكون حدودها المفهوم الواسع والمباشر له؟ طبعا الضيقة العظيمة دي ربنا ما يسمحش ان احنا نشوفها، بس اكيد في ناس هيشوفوها. يعني ممكن يكونوا اولادكم او احفادكم او مش عارفين امتى هيجي. طبعا الميعاد ده في ايد ربنا، والمسيح قال للابائنا الرسل ليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمنه التي جعلها الاب في سلطانه.
هتبقى ضيقة عظيمة ما حصلش زيها طول الزمن، زي ما المسيح وصف وقال لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص أحد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. هيقصرها عشان خاطر الناس ما تتعبش قوي. حد بيقول أرجو توضيح سبب الهجوم على قدس أبونا داود لمعي بسبب الوعظ عن السامرية لما قال شعب الله المختار مش هم شعب إسرائيل، والميديا هاجمته قوي. طبعا أبونا داود طبعا قال كلام صح، بس في ناس يعني متعاطفين مع اليهود وفاهمين الكتاب المقدس غلط فيبتدي يهاجموا. لكن إذا كان شعب الله المختار هم اليهود يبقى احنا ايه بقى طلعنا بلوشي كده؟ احنا مش شعب الله؟ طب اللي رفضوا المسيح ما زالوا شعب الله المختار؟ طب هم كانوا شعب الله المختار لغاية امتى؟ لغاية ما جه المسيح. كان مختارهم ليه؟ عشان يأتي منهم المسيح. طب جه المسيح خلاص، ايه الاختيار بقى؟ سمعان الشيخ قال نورا تجلى ومجدا، مجد إسرائيل ان هم ينوروا للأمم، حاجزين النور جواهم يقولك احنا بس شعب الله. تخيل لما يكون ربنا اختارني اكون اسقف فانا بقيت رجل الله، فانا اقعد احط رجل على رجل واحتقر الناس اقول لهم انتوا ربنا ما اختاركمش، اختارني انا. هو اختارني ليه؟ عشان اخدمكم. هو اختار اسرائيل عشان يخدم الامم مش عشان يتقرط على الامم. وعندما جاء المسيح خلاص المهمة بتاعت الاختيار انقضت، واصبح زي ما لسه قاريين من شوية ليس يهودي ولا يوناني، لا اختان ولا غرلة ولا ذكر ولا انثى، خلاص كلنا بقينا واحد في المسيح. فايه التميز؟ النهارده مفيش شعب مختار لله، كلنا مختارين حسب الإيمان. اللي آمن بالمسيح يبقى دخل في الاختيار. طبعا. واحد بيقول يأتي علي دايما فكر تشكيك في شخصية المسيح والإيمان واتحارب بيه، بس مش مش بيأس يعني، مش عارف. فممكن أعمل إيه؟ طبعا أي واحد من حقه يفكر ويشك ويسأل ويبحث لغاية ما يوصل إلى الحقيقة بطريقة مدروسة. وإحنا في المسيحية مش بنخاف من الأسئلة وتشكيكات الناس ليكم أو تشكيكاتك أنت من نفسك، لأن ده بيقود إلى مزيد من الدراسة، والدراسة بتقود إلى الحقيقة اللي احنا اوريدي عايشين فيها. يعني امتى الواحد يخاف؟ لما يكون ملقلق كده وما عندوش حقيقة، فلما يجي حد يزقه يقع. لكن لما يكون بيت مبني على صخر وقام زلزال كل البيوت حواليه تقع وهو يبقى واقف كده شامخ، حتى لو اتهز شويتين كده هيقف. فإحنا إيماننا مبني على صخر. ما تخافش، اسأل وادرس وابحث وهتعرف كل حاجة كويسة. سؤال: ليه في اختلاف واضح جدا في الطقوس والقداسات بين الكنائس الأرثوذكسية أقباط وسوريان وروم وأرمن؟ الإيمان إيمان واحد في كل الكنيسة الجامعة، لكن الطقوس هي الثقافات المحلية. الطقوس هي ثقافات. الثقافة مكونة من اللغة والموسيقى والملابس والتقويم والفنون، الرسم مثلا. فالكنيسة انتشرت في العالم كله، لم تلغي الثقافات المحلية. فالطقس القبطي هو ثقافة مصرية عميقة
الطقس البيزنطي ثقافة يونانية، الطقس اللاتيني بتاع اللاتين، السورياني بتاع السوريان. كل كنيسة ترجمت الإيمان الواحد إلى طقوس. فهتلاقي الآتي: كل الكنائس اللي انت ذكرتها عندها مذبح، وعندها كهنوت، وعندها إفخارستيا، وعندها معمودية، وعندها حاجة زي الإجبية. كلمة إجبية كلمة أجب يعني ساعة. ففي صلوات، كتب صلوات زي بتاعتنا ممكن ترتيبها زي بتاعنا مثلا تالتة وسادسة كده يعني. كل الكنائس فيها كتاب زي الخلاجي بتاعنا بس ليه صلوات التانية. فيبقى في عامل مشترك هو الإيمان الواحد وترجمته إلى طقس عموما يعني. تفاصيل بقى تختلف حسب الثقافة المحلية. اللي هو ايه؟ اللي هم ترجموا الإيمان للطريقة بتاعتها. يعني مثلا كنيستنا القبطية هي اللي أنشأت كنيسة الحبشة من أيام مين؟ بابا أثناسيوس، لما بعت لهم واحد اسمه أنبا سلامة اللي هو كان اسمه فيرمنتيوس. بابا شنودة كان يقول كلمة فيرمنتيوس أصلا كلمة قبطية، إفرومي انتيسيوس، يعني رجل الله. فيرمنتيوس هم هناك سموه أبونا سلامة وأيام البابا أثناسيوس. ومع ذلك هم بيصلوا بطقس حبشي مش طقس قبطي. سابوهم بطقسهم بطريقتهم، يطبلوا ويتهزوا كده أثناء الصلاة، والنغمات بتاعتهم مش هيستوعبوا نغماتنا. فالاختلاف في الطقوس هو اختلاف ثقافات لكن بتعبر عن إيمان واحد. سؤال: ليه في اختلاف في تفسير طبيعة المسيح بين الطوائف اللي هي لاهوت وناسوت؟ طبعا مفروض ان الإيمان واحد منذ البداية، لكن في العصور الأولى قامت هرطقات الكنيسة ردت عليها، والهرطقات دي أفادتنا في أن الآباء شرحوا وبقى عندنا رصيد كبير جدا من شروحات الآباء حول طبيعة المسيح. لكن في مجمع خلق دنيا حصل الانقسام كان حول طبيعة المسيح، هل هو طبيعة واحدة ولا طبيعتين؟ واستمر الاختلاف دوت لغاية النهاردة. وطبعا مع الزمن بقى في ناس كمان بتكلم حاجات غريبة، لكن أنا أقدر أقول لكم بثقة يعني مبالغ فيها إن كنيستنا محتفظة بنفس المفاهيم اللي قالوها الآباء الأولين زي أثناسيوس وكيرلس. سؤال من ابني في الخدمة بيقول: عايز أتاجر في العملات بتاعة الألعاب وأبيع مش عارف إيه، هل ده حلال ولا حرام؟ مش عارف أبيع إيه دي إيه كوينز. لا هو كاتب حاجة كده مش عارف بميل لعبة. بصوا يا شباب، الفلوس اللي تيجي من غير تعب بتبقى حاجة غلط. يعني واحد قاعد على الكمبيوتر بيعمل لعب او بيتاجر في عملات وبيحصل فلوس، بيحصلها من مين؟ من ناس تانيين. هتلف اللفة وهو الناس هتتحصل على فلوس منه، فاللي هو كسبه هيخسر. وبعدين بتتعرض عليا مشاكل زي كده، يقول لك ده عليه مديونية مش عارف 100,000 جنيه. زي يعني هو أول ما دخل يلعب زي القمار بقى في إغراء إنه بيجيله فلوس وهو قاعد، فيدخل تاني يجيله فلوس تاني، يدخل تاني، وبعدين يبتدي يخسر، فيقول لك لا لازم أعوضها. وبعدين بيدخل في حاجة إدمان بقى، هي زي القمار. فبلاش نتفضل.
هو أنا يعني أنت فاهم طبيعة اللعبة دي؟ إيه؟ بس أنت فاهم طبيعة اللعبة دي؟ الفلوس جايله منين؟ من آخرين. الفلوس المكسب جايله من مين؟ طب الشخص اللي اشترى ده هيعمل فيها ايه؟ يبيعها. ويستفيد ايه لما يلعب بيها؟ خلاص. ما انا حاسس انها مش حاجة حلوة يعني. هو ممكن الحاجة اللي ممكن مقنعة شوية اللي هما بيشتغلوا في الدعاية والإعلان مثلا، إن هو بيدخل بيعمل إعلان لحاجة بس والشركة نفسها بتديله فلوس. مش عارف يعني، ادرسها كويس عشان ما يديش رأي غلط يعني. سؤال: نرجو توضيح ما هو الصحيح كمؤمنين، لأن إسرائيل تحاول تصبغ الحرب بصبغة دينية حجة أنهم شعب الله. ما دي احنا في الحقيقة جاوبتها يعني، بس مش عارف ليه اليومين دول الموضوع ده كده سخن أوي. ما رأيكم في أن البعض يؤكدون أن الأحداث والحروب هذه الأيام هي تتميم للنبوات، وحتى غير المسيحيين يؤكدون ذلك؟ ما هي النبوة؟ بصوا، في الغالب النبوات المذكورة في سفر دانيال بالذات اتكلمت عن بابل وفارس واليونان والدولة الرومانية، وكله اتنفذ. يعني دانيال اتنبأ قبل حدوث الحاجات دي ب300 سنة، سنة 600 قبل الميلاد في الحوالي دي، وبدأت تحصل أيامه إن بابل وقعت وقامت فارس، وبعدين بعده جاء الإسكندر الأكبر وقع فارس وملك، وبعدين وقع ودولة روم. كل ده شرحه دانيال وتم خلاص. صحيح في بعض كلام في دانيال إن كمان بيتكلم عن الأيام الأخيرة، بس ما تقدروش تقولوا هي دي بالظبط، لأن هقول لكم حاجة. أيام الحرب العالمية الأولى قالوا دي آخر الأيام، وبعدين خلصت الحرب وعدت سنين وقامت الحرب العالمية الثانية قالوا دي آخر الأيام. وبعدين في أيامنا احنا اللي شفناها بعينينا، أنا فاكر أيام حرب العراق لما دخلوا الكويت واجتمعت جيوش من كل الدنيا، وكان الحرب ما بين العراق وإيران قبل كده، قالوا دي آخر الأيام. يوم 11 سبتمبر اللي انضرب فيه البرجين بتوع أمريكا قالك دي آخر الأيام. فمش كل ما تقوم حرب بقى يبرجلونا يعني. سؤال: عندي مخدومة سنها 17 سنة ترفض تماما سر الاعتراف وبتتناول وتعتبر أن الحديث في هذا دخول في خصوصيات، بماذا تنصح؟ ممكن في الاجتماع العام، يعني مش خصوصية مع البنت، نشرح جمال سر الاعتراف. جمال سر الاعتراف يعني نقول قد ايه الواحد بيستريح لما بيعترف، وابونا بيصلي لنا وبيشيل معايا همي وبيصلي عني وبيقرا لي التحليل، ونجيب بقى النصوص بتاعه الناس اللي اعترفوا في العهد القديم والعهد الجديد، وقصة أنبا موسى والملاك اللي بيمسح الخطايا من اللوح الأسود، وقصص القديسين اللي اعترفوا وتابوا، وقد إيه قصص معاصرة، أبونا بشوي كامل وأبونا مخيل إبراهيم إزاي كانوا أباء اعتراف حلوين، ويبقى يعني نخلي ريقهم يجري ناحية إن كل أب اعتراف يسند.
سؤال: ايه سبب انفصال الاسفار القانونية التانية في كتاب منفصل عن الكتاب المقدس؟ لان الكتاب المقدس اللي بين ايدينا طبعه دار الكتاب المقدس في مصر، ودي دار بروتستانتية، فهم بيطبعوا الكتاب المقدس مفهوش الاسفار التانية. بس من ايام البابا شنودة قال لهم انتوا بتطبعوا كتاب مقدس وده حق بتاعكم واحنا مش بنتدخل فيه، بس انتوا عارفين ان اللي بيجيبوا منكم كتاب مقدس هم الأقباط الأرثوذكس، اتبعوا لنا كتاب مقدس فيه الأسفار التانية، فعملوا كده فعلا. فالنهاردة أي حد يروح دار الكتاب، هو ليهم فرع هنا ولا مفيش؟ مش بين في طنطا، تقولوا لهم عايزين الكتاب المقدس اللي فيه كمان الأسفار التانية، هيديها لهم. سؤال: اصطلاح عقيدة الوحدانية في الثالوث القدوس بدل من مصطلح عقيدة التثليث والتوحيد. الاثنين صح، يعني ليه نقعد نبرجر الناس؟ الوحدانية في الثالوث والتثليث والتوحيد نفس التعبير يعني. ما هو العلاج الروحي بجانب الصلاة للرد على الفكر المؤلم والمتعب المسبب للضيق الداخلي؟ طبعا أنا في فكرة مؤلمة ومتعبة وبتضايقني، لازم يبقى في أب اعتراف أفضفض معاه، مع الصلاة طبعا والخلوة، هدوء النفس إلى آخره. هل سليمان الحكيم دخل الفردوس بعد فداء المسيح بالرغم من أخطائه؟ طبعا. أقول لكم ليه بقول طبعا؟ الآباء قالوا إن سفر الجامعة هو سفر توبة سليمان، اللي قال فيه إيه؟ باطل أباطيل الكل باطل. بعد ما عك الدنيا قال لك طلع كله إيه؟ ملوش لازم. وفي نفس الوقت المسيح جاب سيرته لما قال ولا سليمان في كل مجده. لو كان سليمان ده هلك، ما المسيح ما كانش يستخدمه كنموذج. في ناس بتسألنا المسيح كان بينادي لأبوه، والمسيح ينادي الأقنوم الآب وهو يصلي بستان جثماني، نجيب إزاي على هذه التساؤلات؟ بصوا، لازم تكونوا فاهمين وأقوياء. الله جوهر واحد وثلاثة أقانيم، ثلاثة أقانيم حقيقية، مش نقول ثلاثة عدين نلغيها. ثلاثة دول بيتكلموا مع بعض منذ الأزل، وإلا يكون الله صامت. لو هو الله متكلم بيتكلم مع مين منذ الأزل؟ مع الثلاث أقانيم بيتكلموا مع بعض. فكون الابن يتكلم مع الاب مش حاجة جديدة ولا غريبة، كون الاب يتكلم مع الابن مش جديدة ولا غريبة. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، يا أبتاه اغفر لهم، يا أبتاه مجد ابنك، جاء صوت من السماء مجدته وأمجد أيضا. المسيح طب كان في بستان جثماني بيتكلم مع مين؟ وبيتكلم مع الآب في وحدانية الجوهر. وممكن تقريب المعنى، أنت ممكن تتكلم مع عقلك، مش واحد ممكن يتكلم مع عقله يقول لك قلت في عقل بالي ما تيجي نعمل كذا. طب لما تتكلم مع عقلك يبقى الاب بيتكلم مع عقله اللي هو الابن، ما الابن هو الحكمة والقوة. لنعمل الإنسان بيقول لعقله ما تيجي نعمل الإنسان اللي هو الابن يعني. أين ملاك الذبيحة عندما يحدث أخطاء للجسد والدم، إن في جزء يقع مثلا من الجسد أو الدم؟ أولا الأب الكاهن لازم يكون حريص جدا في التعامل مع الجسد والدم، والشماس اللي معاه واخد باله قوي، عينيه زي الصقر كده واخد باله لألا الجوهرة تقع. مش نقول ما هو في ملاك هياخد باله احنا نستهتر، لا طبعا علينا مسؤولية. نريد رد قاطع على معمودية يوحنا المعمدان والعذراء والتلاميذ. ايه المشكلة في دول يعني؟ يوحنا المعمدان لم يعتمد، عارفين ليه؟
ها؟ هقول لك انا بس. هل ابراهيم ابو الاباء اعتمد؟ دول عهد قديم. موسى اعتمد. طيب العهد القديم ما كانش فيه معمودية، ويوحنا من ضمن العهد القديم، لأن العهد الجديد ابتدى إمتى؟ مع الصليب والعنصرة. كل اللي ماتوا قبل الصليب ما نقولش عايزين يتعمدوا، دول كانوا محبوسين في الجحيم لغاية ما المسيح نزل الجحيم. في تعبير قوي جدا كنت سمعته من متنايح أنبا بشوي، قال ايه؟ احنا في المعمودية بندفن مع المسيح، صح؟ المسيح يوم الصليب نزل للجحيم كأنه عمل معمودية جماعية، كل اللي كانوا في الجحيم هو نزل لهم. احنا في المعمودية بننزل للمسيح في القبر ونندفن ونقوم. المسيح عمل العكس، يوم صليبه نزل الجحيم كأنها معمودية عشان يبقوا اندفنوا معاه وقاموا معاه. فكل الذين ماتوا قبل الصليب تم معموديتهم يوم الجمعة العظيم وطلعوا مع المسيح. لما يجي واحد بقى يقول لي يوحنا ما تعمدش يبقى المعمودية مش مهم، العذراء ما تعمدتش، مين قال ما تعمدتش؟ ده مذكور في إنجيل يوحنا الصح 3 إن المسيح كان بيعمد تلاميذ أكتر من يوحنا. اتفضل. بل تلاميذ معناها بص، في إنجيل يوحنا صح 3 بيقول إن المسيح عمد تلاميذه. إصحاح 4 بيقول تلاميذه كان بيعمدوا باسمه. يبقى هو أول دفعة عمدها وفوضهم يعمدوا باسمه. المعمودية دي بقى تبقى سارية المفعول من يوم الصليب. المتنيح أنبا أثناسيوس مطران بني سويف قال تعبير جميل قوي. كان زمان طبعا الواحد لما يحب يركب تليفون في البيت قبل الموبايلات فيروح يعمل عقد مع شركة التليفونات فيدوله العدة ويوصلوا الأسلاك، بس لسه الحرارة، وبعد كام يوم كده يلاقي التليفون بيرن يقولوا له مبروك الحرارة وصلت. فهو استخدم ده، قال زي ما يكون ركبت العدة ومستني الحرارة. مش عارف دلوقتي الموبايل بيعملوا فيه اكتيفيشن، يعني لو جبنا سيم كارد وحطيناه لغايه ما نعمل اكتيفيشن، اهي دي بقى الاكتيفيشن، التفعيل يعني. فالمسيح عمد تلاميذه وهم عمدوا الناس باسم المسيح، لكن حصل لها اكتيفيشن يوم الصليب. بس انا عارف، خلي بالك الاسئله دي لما حد يوجهها لك هو عايز يقول المعموديه مش مهمه، بدليل ان في اللص اليمين ما تعمدش. تقول له ده مات قبل ما المسيح يموت. هو مين مات الاول؟ المسيح مات الاول. يبقى هو مات، المسيح كان نزل للجحيم وطلع الابرار قدام الفردوس. فاللص اليمين دوت المسيح قال له يوم تكون معي في الفردوس. ليه؟ لانه اول مرة يتفتح الفردوس، فالناس اللي كانوا في الجحيم راحوا الفردوس، فده اول واحد يدخل من غير ما يعدي على الجحيم. في عيد الغطاس ازاي الاب بيتكلم مع ان الابن هو الكلمة؟ انت عايز تقول الابن الكلمة الاب اخرس؟ ما بيكلموا مع بعض. كلمة لاهوته لم يفارق ناسوته، هل ده موجود في العهد القديم؟ لاهوته لم يفارق ناسوته ده في العهد القديم؟ امال فين؟ كانش فيه ناسوت. الناسوت ده هو ايه؟ طبيعة الإنسانية. أخدها امتى؟ من مين؟ من العذراء. قبل التجسد ده بلحظة كان في ناسوت عند ربنا؟ لا، أخده من العذراء. من لحظة ما أخده من العذراء بقى ما سابهوش. ماشي؟
يعني انت مثلا لما تشوفني، تخيل يعني واحد يقول لي هو انت طول عمرك لابس الجلابيه السوداء دي؟ اقول لك مش بخلعها، ده من يوم ما اتولدت. اقول له لا، من يوم ما اترسمت. فبنقول للمسيح انت عندك ان السود ده مش هتقلعه خالص. يقول من امتى يعني؟ من الازل؟ يقول لا، من ساعه ما اتجسدت، مش من الازل. فانا في ناس كتير تفهم كلمه لاهوت ولم يفارق ناسوته ان هي منذ الازل. ازاي يعني؟ مين قال انها منذ الازل؟ الناسوت مش ازلي، الناسوت متاخد من العذراء مريم. في صلاة الشكر فلنشكر صانع الخيرات، وبعدين في الجزء الثاني أي سترتنا وأعنتنا وحفظتنا. للتكرار. الجزء الأولاني بنقول فلنشكر، تعالوا يا جماعة بنجمع بعض، يلا فلنشكر صانع لأنه سترنا وأعنا وحفظنا. اتجمعنا، يلا بقى نقول له نشكرك لأنك سترتنا. الأولانية بنقول لأنه سترنا، وبعدين بنوجه الكلام لربنا نقول له لأنك سترتنا. هو احنا هنقعد لغاية امتى نجاوب أسئلة؟ نعم؟ مش كنت جعانة من شوية؟ أكلنا خلاص، ناخد راحتنا. في ناس بيسألونا من غير المؤمنين، بيقولوا ليه الكنيسة ما بتعملش جهة مخصصة للحوار والرد على تساؤلاتهم من جهة الإيمان المسيحي؟ وليه ما فيش مناقشات مفتوحة بين الكنيسة ومعهم؟ هو من غير مناقشات، كل الإيمان بتاعنا معلن ومشروح، وعندنا قنوات فضائية شغالة 24 ساعة، وبدل القناة عندنا حوالي 5-6 دلوقتي أقباط. يعني احنا عندنا أغابي وسي تي في وميسات ولوغوس وكوجي وإيه كمان؟ في COC اللي هي خاصة بالبابا في المقر الباباوي، وفي CYC عاملها أنبا مرقس للشباب بس بالإنجليزي. كلها قنوات فضائية شغالة 24 ساعة، ما بنهمدش في شرح الإيمان بتاعنا. اللي عايز يعرف إيماننا يدخل يشوف، وأي سؤال بيتسأل بيترد عليه. واحنا دلوقتي قاعدين اهو، انتوا كلكم بتسألوا وانا بجاوب، احنا دلوقتي على الهوا، صح ولا غلط؟ يعني ما فيش حاجة بتتقال في السر، ومش محتاجين ندخل في مناقشات. واحد بيقول انا خطيبتي والدها متوفي من 2 ولسه مكتئبة، مش عارف اتعامل معاه. ايه؟ لا مش للدرجة دي. انت عشان هي خطيبتك حاول تحسسها ان انت مش بس خطيبها، انت ابوها وكل حاجة ليها، وعوضها عن غياب اباها. جايز احيانا بتبقى البنت متعلقة بباباها او مدلعها وحاسة ان هي من غير ولا حاجة، عوضها عن غياب اباها. يعني عايز ايات من الكتاب المقدس كمرجعية للصيام باكل نباتي، ملوش لازمة. يعني في طبعا في، بس ملوش لازمة. يعني انت عايز كل حاجة تجيب آية من الكتاب المقدس تقول احنا بنعمل كده؟ الكنيسة ماشية بثبات التقليد اللي استلمناه، ولا يوجد تعارض بينه وبين الكتاب المقدس، لكن موجودة في سفر دانيال وموجودة في حاجات تانية. لكن المبدأ بتاع ان انت كل حاجة عايز لها آية. طب هقول لك حاجة، طبعا السؤال ده بيتوجه لك من البروتستانت. البروتستانت بيقدسوا يوم السبت ولا الحد؟ بروتستانت حد، ده هم كمان يعني شداد في موضوع الحد اكتر مننا. تقول له هات لي آية تقول ان تقديس الحد بدل السبت. هم جابوها من فين؟ من التقليد.
هم استلموها من الكنائس اللي طالعين منهم، هم طالعين من الكاثوليك. جابوها منين؟ الكنيسة بتقدسهم الحد، هم عشان القيامة، بس هم ما فكروش بالطريقة دي. انتوا ليه بتقدسهم الحد؟ هيتبرجل يقول لك صحيح، لان هو المفروض كل حاجة بيجيب لها آية واضحة. بتقدس ليه من الحد؟ مش عارف يجاوب، يقول لك لان الاجابة الوحيدة اصلا انا طلعت لقيتهم بيقدسوا من الحد. ده التقليد. لما تقعد تقول له عشان القيامة ده التفاسير، هما مش بيقتنعوا بالتفاسير. ما انت لما تقول له احنا بناكل اكل نباتي علشان كذا، يقول لك هات لي آية واضحة. تقول لك صوموا باكل نباتي، مفيش وهنصوم بالنباتي. ايه رأيك بقى؟ لازم يكون كده. ليه ربنا صام 40 يوم واحنا بنصوم 55 يوم من غير سنة؟ ده خط طفل على فكرة، بيقول لي من غير سمك ولا رنجة، بيحب الرنجة. هم جاعوا خلاص، هانت يا حبيبي، كلها اسبوعين وتاكل سمك ورنجة براحتك يعني. ايوه زي اي طفل بيتولد. يعني هو السؤال، المسيح اخذ ناسوت كامل، الناسوت عبارة عن جسد ونفس عاقلة وروح، فهو اخذ ده من العذراء. زي اي جنين بيكون في بطن الام بيطلع انسان كامل فيه النفس والجسد والروح والعقل. بعد كده المسيح بقى بلاهوته متحد بكل هذه المكونات. طبعا روح الإنسان احنا جاية بالتوالد مش بالخلق. يعني لو الإنسان كل إنسان بيتولد يتخلق له روح جديدة، يبقى الروح مش وارثة خطية آدم. لكن احنا بنتولد كل المكونات بتاعتنا، الجسد والنفس والروح والعقل، جايين من بابا وماما. هل ينفع ان شاب يتجوز بنت اكبر منه في السن؟ لو متوافقين مع بعض ما فيش حد يمنعه. واحد عايز يتجوز واحدة اكبر منه، هو موافق وهي موافقة، وابوها وامه وامها هو موافق، انا مالي. بس يعني يفضل ما يكونش الفرق كبير، ما يكونش هو عنده مثلا 20 سنة وهي عندها 40 سنة. لكن الفرق بينهم 6 شهور 5 شهور سنة تعدي. أصلا أنا فاكر في مرة المشكلة دي كانت عندنا، واحد متقدم لبنت أكبر منه، وبعدين أبونا اللي هيعمل الإكليل قال له هات لي بس تصريح الزواج. فراح يجيب تصريح الزواج من البطرخانة، فأبونا اللي ماسك التصريح قال له لا دي أكبر منك. قال له طب أنا موافق وأسرتي موافقين وهم موافقين. قال له لا. فجالي فقلت الأب كاهن روح معاه لابونا دوت قول له يعني مفيهاش حاجة. فقال له لا. فكان حظهم ان كان يوم خميس والبابا قاعد في لجنة البر، بابا شنودة. فابونا قال للاخ ده تعالى ندخل نسلم على البابا ومعاه البنت العروسة نفسها ونقول له. فدخلوا يا سيدنا ابونا، سيدنا البابا عارف ابونا اللي جاي له يعني الوضع كذا كذا كذا. فبص للبنت قال لها انت اكبر منه؟ قالت له هو موافق؟ قالت له موافق. اسرته قالت موافقين. وانت اسرتك؟ قالوا موافقين. فالبابا قال له طب لما هم موافقين احنا هنقف في سكتهم ليه؟ روح قول لابونا البابا بيقول لك لا اديهم تصريح الزواج. وبعدين بقى بالمناسبة يعني
هو شاف البنت غلبانة، فقال لها: يا بنتي انت مين هيجهزك؟ فقالت له: سيدنا انا من وسط القاهرة وانبا رفائيل قال لك سيبك من انبا رفائيل، صدقوني. انت عايزة ايه؟ قالت له: سيدنا كل حاجة. طبعا هو بيبقى في لجنة البر، كنايس الغنية في القاهرة بيبقوا قاعدين ممثلين عنها. الكنيسة دي تدي أوضة النوم، الكنيسة دي تدي المطبخ، الكنيسة دي تدي الملابس، مش عارف ايه. جهزها وهي واقفة. وبعدين راح مطلع من الشنطة بتاعته مبلغ من المال، قال لها: خدي. حاجات عجيبة يعني. اتجوزت وجهزت. ها؟ طبعا. سؤال: يوجد اتهام ان المسيح كان فيه ستات بتصرف عليه. طب ايه هي دي تهمة يعني؟ هي تهمة ان انتوا تخدموا عشان مذكور في الانجيل وان هم كان خدمناه من اموالهن. ايه المشكلة؟ هو يقول لك ما لقوش في الورد عيب، قالوا احمر الخدين. اي حاجة تتقال يعني. في اي عصر اصبح ممنوع ان الاسقف يتجوز؟ من ايام الرسل. يعني هو بولس الرسول نفسه كان مش متجوز، وتيموثاوس اللي رسمه اسقف ما كانش متجوز، وتيتوس وهكذا. فمن ايام الرسل. اذا كان اللاهوت الناسوت جه فقط في التجسد، امال ايه الجسد اللي ظهر به رب المجد لابراهيم؟ ده ظهور. الظهور غير التجسد. الظهور غير التجسد. يعني النهارده في الباكر قرينا قصة طوبيا. ظهر له مين؟ هل ملاك رفائيل ساعتها تجسد؟ ده ظهور. لو انا مغتربة ينفع اعترف عند اب كاهن في المحافظة اللي انا فيها غير اب اعترافي؟ طبعا. لو انت مغتربة بتقعدي طول العام الدراسي، يا دوبك اجازة نص سنة واجازة اخر السنة، يبقى ممكن تعترف عند اب كاهن فترة الاغتراب لغاية ما ترجعي البلد بتاعتك. احنا في الصوم الكبير لو عايز اصوم انقطاعي لغاية امتى؟ كل واحد بحسب مقدرته اب اعتراف. طبعا لو هنصلي قداس بيبقى الطبيعي بعد صايم لغاية ما تناول. لو انا عندي مدرسة، جامعة، شغل، وعايز اصوم الساعة 1 2 3 حسب ما تقدر، بس مش الساعة 10 وقول صمت صيام انقطاعي يعني. هل الكنيسة ممكن تدي تصريح بالزواج التاني لو في طلاق بعلة الزنا؟ طبعا كل قصة بتتحكي للمجلس الكليريكي ويشوفوا مين ليه حق ومين ملوش حق. رأيك في الاستخدام الزايد للسوشيال ميديا؟ طبعا السوشيال ميديا هي لغة العصر. يعني إذا كان أنا أو حد فيكم ناس كبار شوية حاسين إن دي حاجة غريبة، لكن لا، دي لغة العصر، بس تبقى مترشدة. يعني إزاي الواحد ما يضيعش عمره ووقته وما يبقاش ثقافته فقط من السوشيال ميديا يعني. ابني عايز يصاحب بنت وبيقول لي ايه العيب وهو بيتسلى، مش عارف اقنعه ان ده غلط. كلمة بيتسلى دي مش مظبوط. يعني البنات مش تسلية. البنات عندهم العاطفة زيادة، ممكن يتعلقوا قوي بحد وتحبه موت، وبعدين هو يكون بيتسلى بيضيع وقت بمزاج يعني، فبسهولة ان هو يخلع منها وهي تتحطم. فمش اولا البنات ما تدوش نفسكم كده في العواطف من غير تفكير، لان الولاد العواطف بتاعتهم خشنة شوية. يعني ما اسهل يكون بيحبك قوي فجأة خلاص انا زهقت،
لكن انت هتلاقي نفسك متعلقة بيه، فلازم يبقى في عقل عشان ما حدش يلعب بيك. لماذا لابد يتزوج الكاهن بينما الأسقف راهب ويمكن أن يتدخل في حل مشاكل أسرية؟ ما هو الأسقف مش لازم يدخل في المشاكل الأسرية بنفسه. الأسقف هو مدبر الإبرشية، بيخلي فيه آباء مسؤولين عن إخوة الرب، آباء عن التعليم، آباء عن، هو بيدبر الأمور. وإذا تدخل في حل مشكلة بالخبرة بتاعته، مش لازم يكون متجوز عشان يحل مشاكل، مش لازم. يعني فاكر زمان كان في أسقف اسمه الأنبا بيمن، كان في أسقف ملاوي قبل الأنبا ديمتريوس حاليا، وكان معاه ماجستير في التربية وعلم النفس واخده من أمريكا. وفي ملاوي بقى كانت وقتها لسه يعني بلد، يعني هو الحقيقة عمل معاها فرق واترقت يعني كده بقت حاجة حلوة، بس هو دخل على إنها قرية صغيرة، فكان يدي محاضرات في العلاقات الأسرية فواحد بلدياتنا وقف وقال له: يا سيدنا نيافتك راهب، ايش عرفك في الحاجات دي؟ قال له: بص هقول لك انا حاجة، عارف اللي بيلعبوا شطرنج قدام بعض، اللي قاعد من بره شايف اللعبة احسن، فانا قاعد من بره شايف الدنيا تمشي ازاي. فمش شرط الواحد يتعك في الجواز عشان يعرف يحل مشاكل الجواز. أنا أول ما تقولوا كفاية هبقى كفاية. واحدة بتقول: أنا مبسوطة من آباء على الميديا بيدخلوا ويردوا بتاع، ونفسي أبقى زيهم، يعني أبشر زيهم وأرد على الكل وأعرفهم إن أنا مختارون مميزون. بصوا، أحسن حاجة إن الإنسان لما يكون عنده منبر بيدخل عليه يكتب حاجة، اللي هو مثلا صفحة في الفيسبوك أو حاجة، اكتبه بطريقة بنائية مش هجومية ولا ردود. يعني احنا ما يصحش نقعد طول عمرنا يهاجمونا ونرد عليهم، لا، سيب اللي يهاجم يهاجم. يعني انت بقى ابني، قول احنا نؤمن بإله صالح طيب حلو حبنا، جه وقعد في وسطنا، حس بينا، كلام طيب. هاتوا آيات من الكتاب المقدس تخلي اللي يقراها يقول: ايه ده عندكم الكلام الحلو ده؟ بس يعني مش لازم نعمل نفسنا أبطال ونرد ونتناقش، لأن في الآخر هيسيبوا اللي بيهاجمنا ويمسكوا في اللي بيرد ويقول لك أنت بتعمل ازدراء أديان. اتفضل. هو طبعا الترجمات مفروض ان هي بالنسبة لكتب الآباء مش كتاب مقدس، تبقى مجهودات من ناس، مش واحد بس، بيبقوا فعلا مجموعات بتتعب في الترجمة، والكنيسة تقول اوكي اللي انتوا عاملينه ده كويس ونقبله. يعني مش شرط المجمع المقدس هو اللي يقوم بكل حاجة. معقولة يعني معقول. أحيانا بيبقى في حاجة فلتت كده، لكن في الإجمال الترجمات موجودة كويس. أتمنى من ربنا وإن أنتوا تبنوا مدارس لأولادنا المسيحيين بماديات مسموحة أو متوسطة للكل. ربنا يبعت. طبعا احنا حاليا البابا عمل حاجة اسمها الأمانة العامة للمدارس المملوكة للكنيسة القبطية، وعملنا حصر للمدارس. وجدنا احنا عندنا 50 مدرسة
في كل الجمهورية، وآباء أساقفة عندهم مشاريع لبناء مدارس تانية، وربنا يكمل يعني. السؤال هو الخلاص بالإيمان فقط ولا بالإيمان والأعمال؟ انتوا ايه رأيكم؟ الاثنين طبعا. في أسئلة بتبقى متكررة. هل الله كلي الإرادة؟ طبعا. يعني انت عايز إرادة ربنا تبقى قليلة يعني؟ في الأول معنى الإرادة هي الانفعال والتغير؟ لا، الإرادة يعني الانفعال، دي حاجة غير حاجة. أي أن الله يريد. الله منزه عن الانفعال والتغير لأن الله ثابت، فكيف يتصف بالإرادة؟ إن كان الله يريد كأنه يريد أزليا وإرادته أزليا. طيب ما صح، يبقى الموجودات كائنات أزلية؟ لا، الله إرادته كاملة أزلية، ما فيهاش تغيير، ما فيهاش تجديد، ما فيهاش يعني ما يستجد على الله. لكن هو عنده خطته في إرادته يخلق كل حاجة في ميعادها. الروم الأرثوذكس ممكن يتناولوا عندنا لسه، not yet، لسه. ايه الحكمة في ان ربنا يقضي على البشرية بالطوفان؟ ما استمر الشر في العالم. الطوفان كان إشارة مبكرة جدا للمعمودية، ان ربنا هيغسل خطايانا بالمية بتاعت المعمودية. دي قالها بطرس في رسالته، مش تفسير من عندنا. الذي مثاله يخلصنا الآن، أي المعمودية. يعني ايه معمودية الدم؟ لما يكون واحد مش مسيحي وآمن بالمسيح وقتلوه في نفس اللحظة. ما هو مفهوم الزيت في مثل العذارى؟ أعمال العبادة، يعني الصلاة، القداس، التناول، ده زيت، انت بتعبي زيت. الصيامات، الخدمة. ينفع بنت تتجوز ولد بعقلها مش بقلبها؟ العقل والقلب مع بعض، يعني عقل يعني مفيش عواطف، وقلب يعني مفيش عقل، الاتنين مع بعض. هل الأشخاص اللي التلاميذ عمدوهم اتعمدوا تاني بعد ال50؟ لا، خلاص. لماذا الروح القدس هو اللي يحل على الذبيحة مش اللوغوس؟ هو طبعا الروح القدس هو العامل في الأسرار، فهو الذي يحول القربان إلى جسد اللوغوس، وكذلك الأباركة. الفرق بين كلمة أقنوم وبروسوبون؟ بروسوبون معناها شخص. هل الخبز والخمر اللي تناولوهم يوم الخميس العهد جسد دم حقيقي؟ طبعا، ده المسيح اللي عمل القداس. في تاريخ الكنيسة لما واحد بيروح للوالي يقول له أنا مسيحي، مش ده فيه استفزاز؟ طبعا. عشان كده الكنيسة منعت كده زمان، واحد يروح يقول لهم أنا مسيحي، يهيج الوالي يقوم عامل موجة اضطهاد، وفي ناس تضعف وتنكر الإيمان عشان حضرته عمل نفسه بطل. فالكنيسة منعت دي، قالت ما حدش يستفز الحكام، أو حد يسألك تجاوب، لكن ما تروحش تقول له أنا مسيحي، يبقى شهيد. طبعا ده مريمينا عمل كده، من أعظم الشهداء. بس ما الكنيسة قالت يا جماعة ما حدش يستفز الحكام بالطريقة دي. سؤال: في سن حضانة ازاي نبسط ليهم العقيدة؟ وطبعا أكتر حاجة تبسط العقيدة الترانيم. ودلوقتي عندنا في أسقفية شباب عاملين كورال اسمه كيثارا كيدز، وفي عندنا خدام موهوبين في تأليف ترانيم عقيدية
رائعة، وبينزلوا ألبوم كل سنة فيه ترانيم أطفال، وبينتنزل على قناة كوجي. خدوا الترانيم دي حفظوها الأطفال. ممكن في مدارس أحد تنزلوا الترانيم على قناة كوجي نفسها وتسمعوها بالموسيقى والأولاد يقولوا معاها، فدي أحسن طريقة لشرح العقيدة. إزاي كخادم أتفادى مشاكل الخدمة، خصوصا إني مسؤول؟ طبعا لما يكون في مشكلة نحلها بالهدوء بالتوافق، محدش يزعل محدش يمشي، ونصلي عشان ربنا يبني المشاكل. اقنوم الابن هو اللي اتجسد، مع الرغم ان هما الثلاث اقانيم جوهر واحد. يبقى هل كان الاب والروح القدس مع المسيح في الجسد؟ واذا كانوا مع المسيح في الجسد ليه خصصت التجسد لاقنوم الابن فقط؟ ركزوا معايا في الشرح ده. العلاقة بين الابن والاب زي العلاقة بين العقل والفكر. مين بيولد مين؟ العقل والفكر. مين بيولد مين؟ العقل يولد الفكر. طول ما انتوا قاعدين ساكتين العقل والفكر مش باينين. لما بتتكلم مين اللي بيتجسد؟ الفكرة ولا العقل؟ فكرة. طب الفكرة لما اتجسدت سابت العقل ولا لسه جوه؟ كده بالظبط. الاب ينبوع، الابن مولود منه، الابن تجسد وهو لسه في الاب. ما اقدرش اقول العقل تجسد في صورة كلمة، الفكرة هي اللي بقت كلمة دون ان تترك العقل. ماشي؟ هل من العدل الإلهي أن يعاقب الإنسان فترة زمنية غير محدودة مقابل خطأ بشري تم الفعل فترة زمنية محدودة؟ هل ده عدل؟ يعني عايز يقول واحد عاش 90 سنة كلهم خطية، هل من العدل يتعاقب ما لا نهاية؟ طب ايه رأيك لو واحد طلع مسدس من جيبه وفي لمح البصر قتل واحد، وبعدين هفترض ما حكموش بالإعدام، حكموا بالسجن مؤبد، يقدر يقول للراجل القاضي ده أنا قتلته في لحظة، تسجنني 25 سنة؟ اسجنني لحظة. ينفع؟ هو الحكم يتناسب مع زمن الخطية ولا مع الجرم نفسه؟ لماذا الكهنوت بيحطوا عمة وطلسانة وقلصوة على خلاف ما قال بولس الرسول ان الراجل ما يغطيش دماغه؟ هو العمة بتاعت الكاهن هي تاج الكهنوت، ودي موجودة حتى في العهد القديم، العمامة اللي على رأس رئيس الكهنة. القلصوة بتاعت الراهب هي الخوذة اللي بتحمي راسه من الأفكار، عشان كده فيها صلبان. وبعدين في القداس الكاهن بياخد شكل الملاك اللي هو متسربل بالأبيض، مغطي جناحاته بإيديه بالجناحات ورجليه ووشه، فبالتالي كل اللي بنلبسه ده تشبه بالملائكة. ليه الكاهن بياخد كلمة أب مع إن لا تدعوا لكم أبا على الأرض؟ لو أنت أخدت كلمة لا تدعوا لكم أبا على الأرض على صورة المطلق، يبقى ما تروحش تقول لوالدك يا بابا، تقول له يا فلان، يبرق لك ويديك قلمين، تقول طبعا طوبى لكم لأنكم أنا بيضطهدوني عشان أنا مسيحي. فكلمة لا تدعوا لكم أبا على الأرض يقصد بيها لا تعتمد على أحد كأنه أب، لأن الأب الوحيد بتاعنا هو الآب السماوي، ومن الآب بتنسكب روح الأبوة فيكم. أنت نفسك أب للتلاميذ بتوعك،
في الخدمة. احنا عندنا علم في الكنيسة اسمه باترولوجي، علم الآباء، وقالوا كده، اعتقد كان القديس إيرينيوس او حد زي كده قال الكلمة بنت العقل، وبالتالي اللي بيعلمني بسميه ابويا وانا ابقى ابنه لانه اتعلمت منه. فكان المعلمين اسمهم اباء بسبب التعليم. وموجودة في الكتاب المقدس لما مثلا إليشع قال عن إيليا يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسان. ومثلا لما بولس الرسول يقول عن تيموثاوس وعن تيتوس ابني، ففي أبوة روحية. قال لهم ليس أباء كثيرون، أو أنا ولدتكم في المسيح. سؤال: أدب ابنك بعصا. ونحن نعرف أن التأديب بالعصا يتناقض مع تكوين الشخصية للطفل، وحاليا لا ينصح الأخصائيين الاجتماعيين بالضرب. ما هو مش لازم الضرب بالعصا بمعنى ان انا امسك له عصايه واجلده يعني، لكن معناها ابقى شديد في تربيتي ليه عشان يطلع مش متدلع يعني. الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. هل معنى كده ان اي واحد مش مسيحي ليس له حياة ابدية؟ هو الحياة الابدية فقدناها من ايام ادم، نستعيدها في المسيح. فاللي ما خدش المسيح هيستعيدها ازاي؟ تعيشوا لكل مرة لإلهنا المجد الدائم لابد امين. نشكر محبة سيدنا دقيقة بس، نشكر محبة سيدنا طبعا على كلمات الذهب اللي احنا سمعناها النهارده، وده مش جديد على سيدنا نيافة الأنبا رفائيل. طول عمرنا بنشعر معاه ان الساعات بتتحول لدقايق، يعني احنا بقالنا 4 ساعات مع سيدنا نيافة الأنبا رفائيل، مفيش زهق، مفيش ملل، مفيش تعب، الكل منتبه، الكل مركز، الكل فرحان، الكل حاسس بكلمات النعمة والروح القدس الممتلئ من فم سيدنا. نشكر محبة سيدنا، وتعيش وتعلمنا يا سيدنا دايما. بعد ما نختم سيدنا هيقعد تحت هنا عشان بس العدد كبير ما نرهقش سيدنا. مجموعة كنيسة هتيجي تتصور مع سيدنا صورة، مفيش صور شخصية عشان صعب جدا يعني سيدنا يبقى مرهق جدا يعني. من الليل يزوك سابتريك يوكي أجيب نفماتي كانين كاي سوسيون استونيون آمين تنوشي فوليف شوي سوس ارنستا فينيريا جوينيري من جورن شاينتف صوتن خنين نوفي صوتن نونو ناينان اكيد شيت خاري سمو سيستيمت اوي بنت تيمت